يبقى جزيء الماء اللي قدام حضرتك فيه رابطتين تساهميتين احاديتين. ماشي، يبقى لو سألك على الروابط جوه جزيء الماء هتقول له الجزيء الواحد جواه فيه رابطتين تساهميتين احاديتين. الاكسجين شحنته سالب جزئيا، والهيدروجين شحنته موجب جزئي، يعني في سالب وموجب. افرض ربنا كرم جزيء الميه ده بجزيء ميه جنبه، خلي بالك الشحنات ما بتهزرش، لو موجب قابل سالب ما يقدروش، لازم يبوسوا الاتنين بعض، لازم يحصل بينهم تجاذب كهربي، وهو ده اللي احنا قلنا عليه اللي اسمه الرابطه الهيدروجينيه تتكون. هنا ذره الهيدروجين الموجبه هيحصل تجاذب كهروستاتيكي مع ذرة الأكسجين السالبة جزئيا، وهنا تنشأ رابطة ما بين الموجب جزئيا والسالب جزئيا اسمها الرابطة الهيدروجينية، وعملناها نقط عشان دي تجاذب كهربي ملهاش وجود واضح، لأن هي ما هي إلا قوة تجاذب. قال لي اي موجب يلاقي سالب هيحصل حضرتك الربط على طول. طب افرض ظهر جزيء ميه تاني اهو، اتفضل ادي حضرتك ده هيدروجين موجب جزئين وده اكسجين سالب، حصل بينهم رابطه اسمها رابطه الهيدروجينيه. اي طب افرض في كمان جزيء اهو وفي كمان جزيء اهو، هو الاكسجين هنا سالب جزئي وهنا الهيدروجين موجب جزئي، فهتبدأ يحصل تجاذب كهربي بين ذرة الأكسجين مع ذرة الهيدروجين وتتكون الرابطة الهيدروجينية. قال لي طب ما هو هنا حضرتك ده برضه هو كمان موجب وده هو سالب، ما هو ده هينجذب لهم هو كمان وتتكون رابطه اسمها الرابطه الهيدروجينيه. يخرب عقلك يا جزيء الميه، شفت هنا الجزيء الواحد عمل ايه؟ الجزيء الواحد هنا يا دكتوره لقيت ان هو استطاع انه يكون رابطه هيدروجينيه مع جزيء ورابطه هيدروجينيه مع جزيء تاني، كده يبقى 2، رابطه هيدروجينيه مع جزيء تالت كده يبقى 3، رابطه هيدروجينيه مع جزيء رابع يبقى 4. ده الجزيء الواحد نجح في تكوين 4 روابط هيدروجينيه. والشكل الهباب اللي قدامنا ده في كام رابطه تساهميه موجود؟ انت نسيت ولا ايه؟ مش ده عنده 2 تساهميتين احاديتين وده عنده 2 كده 4 6 8 10. طالما قدامك 5 جزيئات والجزيء الواحد فيه رابطتين تساهميتين كده تبقى دي الروابط الهيدروجينيه. الروابط الهيدروجينيه دي سر من اسرار جزيء الميه. يبقى كده اقدر اقول ازاي الرابطه الهيدروجينيه بتتكون. هي رابطه هتنشأ نتيجة تجاذب كهروستاتيكي ما بين حضرتك الهيدروجين الموجب جزئيا في جزيء مع الأكسجين السالب جزئيا في جزيء آخر. يبقى لو قال لك روابط جوه جزيء الماء جوه الجزيء تساهمية، طب بين جزيء وجزيء تاني هتبقى الرابطة اسمها رابطة هيدروجينية.